مفيش اتنين يختلفوا على الامكانيات والموهبه الخاصه بامام عاشور لاعب النادي الاهلي. لاعب موهوب، امكانيات عاليه جدا. حقيقه وجوده مع النادي الاهلي بيفرق مع النادي الاهلي، بيدي تقل لخط وسط النادي الاهلي، بيدي قوه للنادي الاهلي على الجانب الهجومي وعلى الجانب الدفاعي والهجومي بالتحديد. جاب جون مميز جدا امبارح قدام الجونه، والفوز بهدف نظيف، ضربه راس رائعه. لاعب 10 على 10. حرام موهبه زي امام عاشور اللي بيعمله، والتصرفات بتاعت امام عاشور الفتره اللي فاتت. طيب الوضع ايه بالنسبه لامام عاشور؟ وهل فكره ان لا امام عاشور لما يلعب ويتالق فالنادي الاهلي هيفتح ملف التجديد تاني والكلام ده كله؟ لا، النادي الاهلي قافل الموضوع ده دلوقتي. امام عاشور عقده لسه مكمل مع النادي الاهلي ومستمر مع النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده سلسله من الماتشات المهمه دلوقتي، الدوري، بعد كده هتخش على ماتشين الترجي، دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي مش هيتكلم في تجديد او هنقعد او نتناقش او الكلام ده كله دلوقتي، لا يعني عشان تتكلم مش قبل شهر، مش قبل شهر، عشان النادي الاهلي يقعد ويتكلم مع امام عاشور ويفتح الموضوع تاني. لكن دلوقتي عايزين نحافظوا على تركيز اللعيب، تحافظوا على تركيز باقي اللعيبه، عشان تتكلم دلوقتي في اي حاجه خاصه بالموضوع ده ووارد يحصل خلاف، يبقى انت بتشتت ذهن اللعيب وبتشتت ذهن باقي اللعيبه. امام عاشور طبعا كان حصلت مشكله الفتره اللي فاتت بتاعته قبل ماتش يانج افريكانز، وبالمناسبه كان طلع كلام ان امام عاشور، وفي ناس شافت امام عاشور في الجونه وموجود هناك وقت الازمه. اللاعب نفى تماما واكد ان هو كان موجود في القاهره وما سافرش الجونه نهائي. اكد ان هو كان موجود في القاهره وما سافرش الجونه الوقت ده وقت الازمه بتاع يانج افريكانز، وكان متواجد في القاهره. امام عاشور عشان اكون واضح معاك، خد المعلومه المهمه دي. امام عاشور ناديين، نادي امريكي، نادي امريكي ونادي خليجي. نادي امريكي ونادي خليجي وراقبان امام عاشور في الوقت الحالي. يعني ايه؟ يعني وارد جدا الفتره اللي جايه تسمع عن عروض رسميه بتقدم للنادي الاهلي لضم امام عاشور. خلي بالك الانديه بره في اوروبا وفي الخليج وكده خلاص، يعني بيبتدوا مثلا من شهر 4، ومن دلوقتي كل نادي بيحدد اولوياته والمراكز اللي عايز يدعم فيها والاماكن اللي عايز يدعم فيها، ويتعاقد مع بعض اللعيبه. ففي نادي امريكي وفي نادي خليجي، الاثنين حاطين عينهم على امام عاشور للتعاقد معاه الموسم المقبل. وارد الفتره الجايه تسمع عن عروض مقدمه للنادي الاهلي. طب موقف النادي الاهلي ايه؟ النادي الاهلي الاولويه بالنسبه له بقاء امام عاشور، الاولويه بالنسبه له التجديد لامام عاشور ويستمر مع الفريق لاطول فتره. ولكن زي ما بقول لك مفيش كلام او حاجه هتتقال فيما يتعلق بان احنا نقعد ونتكلم قبل شهر. قبل شهر النادي الاهلي كان في جلسه حصلت مع امام عاشور قبل مرضه. قبل مرضه كان في جلسه مع امام عاشور واتكلموا في التجديد وحصل تفاوض. النادي الاهلي عرض 65 مليون جنيه في الموسم. انا بقول لك الرقم بالظبط، 65 مليون جنيه في الموسم. طيب موقف امام عاشور ايه؟ امام عاشور رفض. امام عاشور عشان يجدد عايز اكتر من 100 مليون جنيه. طيب امام ممكن موقفه يختلف، ممكن رايه يختلف. معلوماتي لا، معلوماتي لا، هو امام عاشور متمسك بنفس طلباته. الاهلي مقبل على ماتشات مهمه. وجهه نظر الاهلي محتاج تركيز كل اللعيبه دلوقتي. عودة المصابين، عودة تريزيجيه، عودة أحمد سيد زيزو هتفرق مع النادي الأهلي جدا. ماتشين الترجي التونسي في غاية الصعوبة. أنا معاك إن مستوى الترجي السنة دي مش أفضل حاجة، لكن ماتشات أفريقيا ليها ظروفها، ليها طبيعتها الخاصة. فوجود كل التوليفة دي وكل اللعيبة دي مهم جدا مع النادي الأهلي، وعلى رأسهم إمام عاشور. اللي انا بتفق مع اللي قاله الكابتن علاء ميهوب في الاستوديو التحليلي بعد ماتش كابتن محمد فضل عفوا في الاستوديو التحليلي بعد ماتش الاهلي والجونه، ان امام عاشور ومحمد علي بن رمضان الاثنين ما ينفعش يبقى توظيفهم نفس التوظيف. عايز تستفيد من الاثنين وعايز تلاعب الاثنين وتحقق منهم افضل استفاده، يبقى تدي توظيف مختلف للاثنين عشان تقدر تستفيد بالاثنين فنيا جوه الملعب وتحقق منهم افضل استفاده. لكن وجود امام وجود بن رمضان وهو نفس الدور للاثنين، وهي نفس الادوار للاثنين، لا مش هتلاقي مش هتلاقي استفاده فنيه زي هو ده اللي حصل بالظبط
في ماتش الاهلي والجونه امبارح في بطوله الدوري، كان التكليفات والتوظيف الادوار للاثنين متشابهه، فتحس ده مغطي على ده وده مغطي على ده. الاثنين فنيا عاليين جدا، ولازم الاثنين يبتدوا ولازم الاثنين يلعبوا، ولكن تديهم ادوار مختلفه.